في الجوامع بيبقى فيه في المعتاد في الحته دي، هي مش موجوده هنا، بس بيبقى فيه في الحته دي حته زي مصطبه. احنا بره لو بصينا جنب الباب هنلاقي حته يمين وحته شمال بيسموهم المكسلتين. المكسلتين اللي احنا بنكسل، يعني اللي بيبقى واقف بره يكسل يقعد عليهم ولا بتاع، دي برضه من عماره البيوت، لان المفترض يكون في حد بيحرس عماره البيوت والقلاع، فيكون في حد بيحرس، فاللي بيحرس ده يكسل وهو قاعد. بعد كده الجوامع استعارت كتير من عماره البيوت اصلا والقلاع، هنتكلم في ده في الشرفات برضه، تمام؟ فدول بيبقوا موجودين بره. بعض الناس فسرت اللي موجوده جوه ان هي مكسله برضه، وبعض الناس بتقول لك لا، ده الامير او السلطان اللي عامل الجامع بيحدد يوم في الاسبوع يجي يقعد فيه في المعتاد بعد صلاه الجمعه، يجي يقعد فيه على ده، يبقى حاطط له هو فوق قاعده يقعد فيه، والناس تيجي اللي عايزه مظالم واللي عايزه احتياجات واللي عايزه اي حاجه تيجي تطلب منه وهو يجيب طلبهم، يا هو يا من ينوب عنه. وفي الاخر في النهايه هي جزء رئيسي في العماره. خش من هنا هتبصوا تلاقوا العتب ده، شايفين العتب؟ بصوا في العتب، ايوه قدام، فده حجر مصري قديم، دي حركه شهيره جدا، استخدام الجرانيت المصري القديم في اعتاب المساجد.